البنات، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نقدم معكم طاجين ديال الكباب مغدور. كيف ما كتلاحظوا عندي هنايا الغنمي، عندي هنايا 2 كيلو ديال الغنمي مقطع هكايا على شكل قطع صغيره بحال الا غنديروا قطيبات. وعندي هنايا التوابل المرافقه، وعندي هنايا بصيله مشلضه، وعندي هنايا الربيع. بالنسبه للتوابل اللي عندي كمون، عندي بصل، عندي التحميره، عندي سكينجبير، وعندي مليحه، وعندي عويدات ديال. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج في الطاجين ديال الكباب مغدور. وعندي هنايا حبه ديال البصله كبيره مشلضه على هذه الطريقه هذه. وعندي هنايا تقريبا 2 ديال المعالق ديال الربيع معدنوس مقطع بهذه الطريقه هكايا. ايوا ندوزو للطريقه ديال التحضير. بسم الله. كنضيفوا هاد التوابل اللي عندي هنايا كامله، وكنضيفوا هنايا هذا الربيع اللي مقطع بهذا الشكل، وكنضيفوا هاد الحبه ديال البصل. انا هنايا خلطت كلشي باش غنخلي هاد اللحيمه تشرب هاد المقادير هادو اللي ضفت ليها، هاد التوابل والبصيله. وممكن انكم تخليوها 2 سوايع حتى ل3، اولا بحال دابا الا كنتو غادي توجدوها مثلا بغيتو تغداو بها ولا شي حاجه، ممكن انكم تبيتوها هكا ليله كامله. وبسم الله اخوتي، انا رجعت معكم من بعد ما خليت الكباب مغدور يتشرب حدا داك العطريه هذيك. انا رجعت معكم باش نطيبوه، وفي مقيله هكايا مجموعه من الجناب اولا المهم اللي عندكم. غادي ناخذوا هنايا 1 معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نديروها الذوب. كنزيدوا عليها هنايا تقريبا كاس الا ربع ديال الزيت. وكناخذوا هنايا بصيله مشلضه كبيره، كنشحروها بديك الزويته مع الزبده. وهانتوما اخوتي هنايا الكباب ديالنا هو كيوجد. شوفوا تبارك الله، شوفوا شحال طلق ديال المريقه. راه هذه غير المريقه ديال البصله، والمريقه خلاص ديال الماء ديال اللحيمه اللي كتطلق اللحيمه. راه بدا هنايا كيدخلوا الطياب. انا مبغيتش نطول عليكم الفيديو، نوريكم المراحل كامله. وريتكم هنايا غير زعما التفاصيل الاخرانيه، وهنا من بعد ما يطيب ان شاء الله نوريكم التقديم الاخير.